على ما كان يسير عليه الناس منذ 20 سنة 30 سنة. كان هذا الأمر مسموح ومقبول عرفا. الآن الفتاة لا تتزوج، يعني بتدرس الثانوية وبتاخذ الجامعة ثم بعد ذلك تتزوج. الآن حالات نادرة جدا بتحصل، ومع ذلك أنا أؤيد فضيلة الشيخ على ما ذهب إليه، ولا بد من التقنين حتى يعلم عن أمور يجهلها الغرب عنا. نعم. الغرب يجهل الفقه الإسلامي ثري. الفقه الإسلامي، هل تصدق الآن أن كما قال فضيلة الشيخ أن الأحكام الفرعية تتبدل مع تبدل الأزمنة والأمكنة؟ على سبيل المثال الآن المرأة البكر إذنها في صمتها. الآن إذا سألت في الفقه الإسلامي إذنها في صمتها، لكن لو تغيرت الأحوال وتفسخ النساء وأصبحت المرأة لا تتورع أن تقول نعم، فإذا سكتت جيت سألتها وسكتت يبقى معنى سكوتها عدم الموافقة. نعم. تتغير الأحكام الفرعية. يعني أنت بس عشان نوضح شغلة جدا مهمة لكل من يشاهدنا اليوم، لأن كثير جدل كبير، وإن أنت حطيتها على افتراض المثال أو إذا حطيتها على بعض الشروط الزواج من جائز. رضيعة، قلت جائز، ولكن لست مع هذه الزيجات. أقول لك أنا أبغى أعرف موقفك بالتحديد دكتور أحمد. نعم، أنا يعني بأشرح للناس. يعني فضيلة الشيخ قال يعني يمكن ساقوها كمثال، لا بتقع جدا. يعني الآن لو واحد عقد على إنسانة وهي عمرها سنة زمان، العقد صحيح لأنه لا يوجد شيء يحرمه وكلنا متفقين على هذا. لكن الآن إذا جاء التقنين، الآن المفروض كل إنسان يتزوج على من يشاء، لكن جاء المقنن، جاء الحاكم وقال لا يجوز الزواج إلا بقوانين يجب أن نتبعها. لا يجوز أن يتزوج السعودي من الخارج إلا بأمر، وهذه تقتضيها المصالح المرسلة. طب دكتور أحمد، يعني لو جاك رجل وأراد أن يتزوج من رضيعة عمرها عام أو عامين، تقبل بهذا الزواج؟ لو جاني أنا؟ نعم. يبغى يتزوج هو؟ لا، هو هذا ولي الأمر. ولي الأمر عندما يكون في ظروف قاسية جدا. أضرب لك مثل، حتى لو جاء تحت هذه الظروف، دكتور أحمد، اسمحي لي، استحلفك الله الذي لا اسمحي لي عشان اوضح الصورة. لو أن رجلا لديه مرض الآن السرطان، وبين عشية وضحاها سوف يموت، ولديه طفلة، أين تذهب؟ هل للملاجئ أم يتبناها رجل يعني ويشرف عليها إلى أن بس حتكبر حتعتبره أبوها لأنه هو اللي رباها. دكتور أحمد، يعني إذا كبرت نعم. حتعتبره أبوها لأنه هو اللي رباها، حيكون في مكانة أبوها. لا ما هو رباها، لا، زوجها أصبح زوجها، إذا مات ترثه على أوراق زوجها، لكن هي نعم. أنا أتحدث نفسيا، يعني رضيعة، يعني إذا مين ما تبناها سواء زوجها أو انظر التشريع الإسلامي. نعم، أنا يستطيع أن يتزوج من رضيعة، هذا ما قلته دكتور أحمد. نعم صح. يعني أنا بتكلم عن هذا وبقول يعني نحن مركزين على النقطة دي، لا لنقطة جزئية بسيطة جدا. نعم. يعني ولكن أثارت جدل كبير. ما يحرمها أثارت جدل كبير، لأنه هذا الثراء الموجود في الفقه الإسلامي. ويا إخواننا، أنا مع احترامي لكل الآراء، أنا أقول والله لن يفلح ولن ينجح الخلف إلا بما سار عليه السلف. يعني نحن يعني وكل ظروف، يعني كل عصر له ظروفه. نعم. قبل 20 قبل 30 سنة قبل 40 سنة كانوا الناس، ولا سيما هنا في منطقة جدة، نتكلم عن جدة، يعني كان سن العروسة البنت المتزوجة 15 16 سنة 15 سنة، هذا معروف. الآن لا تتزوج الفتاة إلا من بعد 25 سنة، والعوانس على ظهر قفا من يشير يعني. نعم. يعني الآن تغيرت الحالة، اتغيرت المفاهيم. نعم. خلينا طب ناخذ اتصال. نعم. من محمد من جدة. يا هلا وسهلا. مرحبا، مساء الخير. مساء النور، اهلين اخوي محمد. مرحبا، اهلا وسهلا.
انا بس حابب انا شايف انه موضوع الزواج من الرضيعه هو زواج لا يجوز شرعا ابدا. لماذا؟ لانه من شروط الزواج زي ما احنا عارفين القبول والايجاب. فهل الرضيعه وهو الصغير ابوها يقوم بالقبول والايجاب وتجيب وتوافق على الكلام هذا، هي لا تستطيع ان تقبل او توافق، فاذا هي اذا لا يوجد اذا شرط اساسي وهو القبول والايجاب غير موجود، فعلى اي اساس الشيخ بيقول لنا انه احنا انه هذا الجواز قد يكون جائز في ظروف معينه؟ نعم. طيب سؤال هنا الان، لو خليك معي، لو ان هذه الرضيعه ماتت امها وتركت لها مبلغ من المال، واراد والدها ان يشتري لها بهذا المال 1,000,000 ريال تركت لها، واراد ان يشتري لها عقارا، اليس من حقه ان يشتري هذا العقار؟ يعني يتم الايجاب والقبول في البيع نيابه عنها؟ اليس من حق الاب ان يشتري لها؟ من حقه. كذلك من حقه ان ينوب عن ابنته في اجراء العقد، لانه اب مجبر، هذا اب مجبر، ولي امر مجبر. ولذلك يعني هنا يلغى هذا الشرط في حال وجود ولي امر يقدر ياخذ القرار عنها. هي صغيره مو هذه هي، اذا هذا الشرط ما وجد هنا ولي الامر موجود يقوم بالضبط كده. نعم. معانا استاذ محمد. فلذلك هي معكم. فارجو يعني ولي الامر، هذه قاصر، لانه النساء قسمان. نعم. قسم بالغ عاقل رشيد. نعم. وقسم قاصر. فالقسم القاصر هنا يعني يحتاج الى وجود الولي. طيب. وايضا حتى لو لم يكن لا نكاح الا كان من شروط الزواج، لماذا كان من شروط الزواج ان يكون القبول والايجاب؟ لماذا كان من شروط الزواج اذا كان الايجاب مهمه في حاله امراه عقار؟ لا مش مهمه، مين قال مش مهمه؟ شكرا لاتصالك محمد. هذه لا تدرك حقيقة مصلحتها، فالاب يحل محلها. نعم. يعني هنا هو برضو مصر محمد المتصل من جدة انه هنا شرط القبول والزواج لماذا وجد اذا ولي امره هو من يتخذ هذا الاجراء او هذا الشرط. هذه النقطة اثارت كثير من التساؤلات. طفلة صغيرة يؤخذ عليها. نعم يؤخذ عليها. لماذا؟ وبعدين انا يعني بس هذا شرط اساسي في الزواج. لا نحتاج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وعمرها 6 سنوات وبنى عليها وهي 9 سنوات. نقول أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في ذلك فيه القدوة الحسنة. لو كان ذلك كذلك لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتدي بها، وقد طبقتها الأمة الإسلامية منذ فجر التاريخ، فلم يزدها إلا قوة ونشاطا.